واخيرا فيلم رحله البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو نزل على النت. يا ترى فعلا الفيلم يستاهل الضجه اللي اتعملت عليه ولا لا؟ اتفرجت على فيلم امبارح لما اخيرا توفر على منصه ما مشهوره عندنا في الوطن العربي، ما قلتش اسمها، وبصراحه الفيلم ما يستاهلش كل الضجه اللي اتعملت عليه. هو يستاهل ضجه اكتر، لان مش هبالغ لو قلت ان الفيلم ده من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي. فيلم عظيم وانساني ويوجع القلب، عياط بقى وسحسحه بقى لا الموضوع مؤلم بصراحه، وبالذات لو حد عنده كلب او بيحب الكلاب بشكل عام الموضوع هيبقى قاسي عليه. الفيلم بشكل بسيط بيعلمك الانسانيه عن طريق اداء تمثيلي عظيم سواء من عصام عمر او ركين سعد او مفاجاه الفيلم احمد بهاء، وطبعا العظيمه سما ابراهيم. وعصام عمر عنده كده حاجه معينه مميزه فيه بيخليك من لا شيء بتتاثر لوحدك، ما بالك بقى موقف فعلا يوجع. وغير كل ده بقى انه فيلم اصلي. اكتر الافلام دايما برفع لها قبعه كده وبحترمها جدا الافلام اللي بتبقى اوريجينال. عشان كده مثلا من افلامي المفضله واللي شايفها عظيمه فيلم عسل اسود، فيلم ثقافي، فيلم تيتو. الافلام دي بحبها جدا وشايفها عظيمه علشان مستحيل تحصل مثلا في افلام هوليوود، لان الفكره اللي بيطرحها الفيلم مش هتلاقيها في اي حته ثانيه. واللي فاجئني ان دي اول تجربه اخراجيه لخالد منصور، ونفس الكلام للمؤلف محمد الحسيني. انتوا فين يا جدعان من زمان؟ ده غير طبعا التصوير العظيم اللي في الفيلم والكادرات الفنيه المنتهى الشياكه. وما تنسوش حاجه مهمه جدا يا جماعه، رامبو هنا كلب متدرب عادي جدا، منتهى الجراءه ومنتهى الشجاعه انك تعمل فيلم زي ده وانت معتمد على كلب متدرب بس. فتحيه عظيمه جدا للناس اللي دربت الكلب ده، وتحيه لي مخصوص يعني. وبجد شكرا لكل واحد شارك في صناعه العمل ده، واتمنى اشوف اعمال زي دي تاني. وبس كده، اللي ما شافش الفيلم يروح يشوفه واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.